المفاجأة بقى ان انا جاي اقولك ان انت هتقدر تدرس في امريكا، بل وكمان في البلد اللي انت عايزها ايا كانت ايه، وكمان في المجال اللي انت عايزه ايا كان ايه برضه. بص يا سيدي، في حاجة اسمها اكاديميات. الاكاديمية دي يا سيدي بتاخدك سنتين تؤهلك وتعودك على نظام الدراسة في امريكا، وبتؤهلك بكل المتطلبات اللي هتساعدك في القبول لأي جامعة في العالم. فأنت هيدور في دماغك سؤالين دلوقتي، وهما إيه هي الأكاديميات دي وبتعمل إيه؟ بص يا باشا، أولا كده في كذا أكاديمية، زي مثلا توب التوب افريكان ليدرشيب اكاديمي ALA. دي افضل اكاديميه ومنحه هتساعدك للدراسه في امريكا بسهوله. ولو مهتم تعرف اكتر عن ALA، في فيديو على القناه شارح كل حاجه عن ALA، وهيعرفك اسرار القبول في ALA. هسيب لحضراتكم اللينك بتاع الفيديو ده في الوصف واول تعليق. تاني حاجة معانا وهي مدارس UWC. مدارس UWC هتساعدك وهتعرفك مناهج وطريقة التدريس في أمريكا، وهتساعدك في القبول في المنح الدراسية لأي جامعة بسهولة. وبرضه في فيديو على القناة شارح كل حاجة تخص مدارس UWC، وهيعرفك طريقة القبول بسهولة في مدارس UWC. برضه هسيبه لحضراتكم في الوصف وأول تعليق مع فيديو بتاع منحة ALA. وعلشان أنا عايزك أو عايزك برضه تكونوا فاهمين مش حافظين، عايزك تكون عارف إن أغلب المنح اللي أنت هتقدر تاخدهم في مرحلة الثانوي أيا كان إيه بقى، أغلبهم بيساعدوك إنك تدرس في أي جامعة أنت عايزها. فأنت قدم على كل الفرص اللي متاحة قدامك. وعلشان تكون عارف، في منح كتيرة جدا للطلاب اللي في المرحلة الثانوية. الشهادة نفسها بتاعت المنح دي هتزود فرص قبولك جدا انك تدرس بكالوريوس في الجامعات اللي انت عايزها. ولكن لو بتسألني اني احسن منحة في مرحلة الثانوي هتساعدني ادرس بكالوريوس في امريكا بسهولة، هقولك قولا واحدا منحة ALA. وطبعا هسيب لحضراتكم كل لينكات الفيديوهات دي في الوصف واول تعليق، برضو مع سلسلة هتعرفك اساسيات واسرار القبول في المنح. والكلام اللي في السلسلة ده من خبراء في مجال المنح الدراسية. لو مهتم بالمنح اتفرج عليهم، هيساعدوك كتير جدا. وصدقني انت لو عندك هدف وعملت كل اللي في ايدك علشان تحققه، وحاولت وسعيت بكل اللي تقدر عليه وبكل اللي في ايدك، ربنا سبحانه وتعالى هيديلك اللي انت ما تتخيلهوش واللي مش في ايدك. فانت هتقولي يعني ايه هيديني اللي مش في ايدي؟ هقولك مثلا انت بتسعى وبتحاول تاخد منح للدراسة في امريكا، فانت بتحاول وبتسعى بكل الادوات اللي في ايدك اللي ربنا اداهالك، وانت عايز تاخد منحة للدراسة في امريكا، وده مش في ايدك وصعب. طالما بقى انت عملت وبتعمل كل اللي عليك واللي في ايدك، ربنا هيديلك اللي انت عايزه ومش في ايدك، اللي انت كنت بتتمناه وانت مش قادر توصله باللي معاك. فلو انت سعيت بكل اللي في ايدك، ربنا هيديلك اللي مش في ايدك. اتمنى حضراتكم تكونوا فهمتوا. واي